خبر اتنشر على روسيا اليوم مر مرور الكرام. ايه هو الخبر؟ ان في اسرائيليين عبروا الحدود الى سوريا ووضعوا حجر الاساس لمستوطنة جديدة. طبعا السوريين اللي قاعدين هنا بقى هو قاعدين بس في الجروبات بتاعتهم يقولك احنا عايزين نخش الجيش والشرطة في مصر. طب انت بلدك المحتلة ديت، يعني انت خلاص هم سابوا بلدهم بقى تحتل، خلاص هم بيدوروا على دراسة القعدة اللي هم فيها وخلاص بقى شافوا لهم بقى بلد بديلة يعني. بس طبعا احنا مش هنقبل بالكلام ده. يعني ايه هما، يعني حتى يعني انا قلت قبل كده في فيديو قبل كده، قلت اللي بيسيب بلده بتحتل. وقلت الكلام ده وما نبنيش غير قلة الادب والشتيمة من السوريين، ويقول لك انت مالك انت، احنا قاعدين بفلوسنا، احنا قاعدين. طب ما فلوسك يا اخويا، ما تروح تلحق ارضك المحتلة بفلوسك. وهو سيخ الشاورما ده فلوس؟ انت فاكر ايه ده؟ احنا في طفل مسكين كان عيان، الناس لموا له كام مليون في يومين. حتى مش في يومين، ده ما فيش كذا مليون، كان محتاج نقل نخاع او عظمي او حاجه زي كده. لكن يعني انا بقول لك يعني قناه السويس اللي هو التجديد بتاعها لمينا 68 مليار في اسبوع. فيعني ما احنا صحيح، احنا بلد مش غنيه، بس عندنا شهامه وعندنا نخوه. لما بنلاقي حاجه محتاجاها البلد ما بنقفش. وانت ما تسيبش بلدك المحتله وتيجي تقعد هنا وعمال كمان تقول عايزين نخش. ليش ما ندخل الجيش والشرطه في مصر؟ ليش ما تتنيل تروح ترجع بلدك بدل ما انت ناطع كده؟ بصراحه ربنا يعني المفروض البلد تاخد اجراء. احنا كده كتير قوي على المصريين، كتير قوي 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 يعني. وكده احنا بنساهم بقى في احتلالهم طالما احنا ساكتين وقاعدين فرحانين كده.